هاي شباب، وعدنا مرة أخرى إلى قناتكم قناة الأنصار. في البداية بنشوف في القناة متابعة القناة واللايك ليصلكم كل ما هو جديد. وهي بنبدأ حلقتنا. حلقة رائعة جدا وحلقة سريعة جدا هنتكلم فيها عن تحليل كامل وشامل لدور الستاشر في كأس العالم قطر 2022، ومن المتأهل من دور الستاشر إلى دور الثمانية. طبعا هيبقوا 8 مواجهات ب16 فريق. ال8 مواجهات ب16 فريق هيتأهل منهم 8 فرق فقط إلى دور الثمانية. هيا بينا نبدأ ونشوف المباريات. والتوقع أول مباراة هتكون بين منتخب هولندا، اللي طبعا صعد كأول للمجموعة الأولى على حساب السنغال والإكوادور وقطر. هيلاعب منتخب أمريكا تاني المجموعة التانية في مباراة قوية جدا خلاص بعد أقل من دقائق. طبعا معلش الحلقة نازلة متأخر شوية، فطبعا تشكيلة الفريق نزلوا، وهولندا هتلاعب أمريكا خلاص بعد دقائق. فطبعا أتوقع هولندا أول المتأهلين إلى دور الثمانية، وهتنتظر الفائز ما بين استراليا والأرجنتين. نسير للمباراة التانية اللي هتكون إن شاء الله النهاردة في تمام الساعة 9 مساء بين الأرجنتين وأستراليا. الأرجنتين هتلاعب أستراليا في تمام 9 مساء، وأتوقع فوز الأرجنتين وتأهل الأرجنتين إلى دور الثمانية لمواجهة هولندا. طبعا الأرجنتين اتأهلت بصعوبة شوية بعد أول جولة، خسرت من السعودية 2-1، ولكنها فازت بعد كده على المكسيك 2-0 وعلى بولندا 2-0، وقدرت تحافظ على نظافة شباكها في المباراتين، وده حاجة كويسة جدا. وكمان الأرجنتين بدأت تفوق. طبعا كانت في أول مباراة أمام السعودية كانت نازلة بقوة وعاملة شغل كويس، بعد كده بدأت في الشوط التاني تهتز واستقبلت هدفين وخسرت. لكن بعد كده قدام المكسيك وقدام بولندا بدأت تظبط أدائها الدفاعي وأدائها الهجومي، وقدرت تفوز تجمع 6 بونت وتتأهل أول، وده شيء رائع جدا. وكمان استراليا يعتبر منتخب ضعيف، مش معنى إنه فاز على تونس وعلى الدنمارك إنه منتخب قوي، لأ طبعا. ده طبعا لأن الدنمارك طبعا كان عندها مشاكل كتير، وتونس للأسف برضك ما كانتش في أفضل أحوالها في المباراة دي. وطبعا الأرجنتين تواجه هولندا في دور ربع النهائي الأول. نسير بعد كده فرنسا وبولندا. طبعا فرنسا طبعا بالرغم من هزيمتها من المنتخب التونسي، ولكن منتخب فرنسا منتخب قوي جدا، وطبعا هو ما كانش بيقدم أعلى أداء له قدام تونس، كده كده كان متأهل وفعلا اتأهل أول. بولندا طبعا الحظ ساعدها جامد، وهدف سالم الدوسري طبعا اللي أحرزه في شباك المكسيك طبعا قضى تماما على أحلام المكسيك في التأهل، لأن هم خسروا 2-1. وطبعا يعتبر خسارة لأن الهدف اللي دخل فيهم ده يعتبر خلاص كده قضى على أملهم وأحلامهم في التأهل. وبولندا تأهلت بفارق الهدف ده، بفرق الأهداف. فطبعا بولندا مش هتقدر تكمل، وفرنسا هتقدر تفوز وتوصل لربع النهائي الأول. كده ربع النهائي الأول هولندا والأرجنتين، ربع النهائي التاني هيكون فرنسا إنجلترا والسنغال. طبعا إنجلترا هتفوز على السنغال وتتأهل، وهيكون ربع النهائي التاني بين فرنسا وإنجلترا، وهيكون ربع نهائي دماري بين فرنسا وإنجلترا، لأن فرنسا منتخب قوي جدا وأيضا إنجلترا منتخب قوي جدا. السنغال منتخب كويس وقدم كرة كويسة، ولكن صعب جدا السنغال تفوز على إنجلترا. إنجلترا منتخب قوي جدا دفاعيا، منتخب كويس في نص الملعب، منتخب رائع هجوميا. بس كانت تكون مشكلته مثلا في مباراة زي مباراة أمريكا إنه ما قدرش يسجل. عادي طبعا، كل الفرق بتبقى لها مباراة أو حاجة مش في أفضل أحوالها. بعد كده نطير إلى ربع النهائي التالت، اليابان وكرواتيا. شايف إن اليابان هتقدر تفوز على كرواتيا وتكمل سلسلة نجاحاتها. اليابان فازت على أسبانيا وفازت على ألمانيا، وكرواتيا طبعا أضعف بكتير من أسبانيا وألمانيا من حيث الأسامي أو من حيث العناصر أو من حيث القوة. فأعتقد اليابان هتفوز على كرواتيا وتقدر تعمل ريمونتادا كالمعتاد زي ما عملت أمام ألمانيا وعملت أمام أسبانيا، وهتكون في ربع النهائي الثالث في مواجهة
البرازيل بعد ما البرازيل هتفوز على كوريا الجنوبية وهتعدي. كوريا الجنوبية عملت أداء رائع قدام الأوروجواي. الأوروجواي منتخب قوي، قدر تعمل قدامه شغل برضك، ويعتبر زيه زي البرازيل من منتخبات أمريكا الجنوبية. ولكن فرق كبير قوي بين البرازيل وبين أمريكا الجنوبية من حيث العناصر. البرازيل يعتبر حاليا أقوى فريق في أمريكا الجنوبية بعديه الأرجنتين. فصعب جدا طبعا إن تقارن منتخب الأوروجواي بمنتخب البرازيل هتفوز وهتلاعب اليابان في ربع النهائي الثالث. أخيرا الربع النهائي الرابع والأخير هيكون ما بين المغرب وأسبانيا. طبعا أتوقع للأسف فوز أسبانيا وتأهله. المغرب عمل شغل كويس، ولكن زي ما قلت لكم قبل البطولة بلجيكا وكرواتيا وكندا مش من الفرق القوية. كنا متوقع طبعا تأهل بلجيكا كأن هو كعنصر تقيل وكتاني العالم والكلام ده في التصنيف، وكان واخد مركز ثالث في كأس العالم 2018 في روسيا. ولكن للأسف طبعا منتخب بلجيكا زي ما قلت لكم عناصر كلها كانت سن كبر. الفريق التكتيك بتاعه وحش جدا جدا جدا، وده أثر عليه جدا بالسلب. فشايف طبعا تأهل المنتخب الأسباني. يعني ناحية تانية البرتغال وسويسرا، بالرغم من إن سويسرا قدمت بطولة كويسة جدا وتأهلت، فأنا كنت شايف البرتغال هي اللي هتتأهل وتواجه أسبانيا. تكرار تاني لدور مجموعات 2018 في روسيا بين أسبانيا والبرتغال، هتكون مواجهة قوية جدا. يبقى كده زي ما قلتلكوا التوقعات هيكون أسبانيا والبرتغال، اليابان والبرازيل، فرنسا وانجلترا والأرجنتين وهولندا. كده طبعا شباب تكون انتهت حلقتنا السريعة جدا في قناة مكالمين الصاروخ. في النهاية طبعا ما تشترك في القناة، متابعة القناة واللايك ليصلكوا كل ما هو جديد. عايزين طبعا دعم على السلسلة دي، طبعا سلسلة تحليل كامل وشامل لكأس العالم. طبعا ده الحلقة الرابعة في دور ال16، وكانت في حلقة توقعات طبعا لدور المجموعات وثلاث حلقات ادي كده حلقة خمسة، 5 حلقات. عايزين الدعم يزيد والمشاهدات تزيد، طبعا اللايكات والتعليقات تزيد. شكرا شباب على المشاهدة، وباي.